بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد من روحانيات وأسرار على قناة الموسوعة الشاملة لأخيكم الدكتور يوسف الأنصاري. بعض النساء سواء فتيات أو آنسات أو متزوجات، وبعض الرجال أيضا، ولكن الحديث أو الهدف من الحديث للحفاظ على السيدات أكثر، لأن السيدات والنساء شرف وعرض للرجل، لكن الرجل طبعا بيتألم أيضا بنفس هذا النوع من الضرر، ولكن مش زي المرأة. في بعض العلامات أو بعض العادات اللي بتظهر على الفتاة أو السيدة أو المتزوجة أو الآنسة مش من عادتها، مش بطبيعتها هي بتحب تعمل كده، ولكن لما بتعمل كده ممكن يكون هذا النوع من الشعور أو من الشيء اللي بتعمله سحر، وهو سحر التهييج أو جلب الحبيب أو جلب الشهوة، معذرة في اللفظ. وممكن يكون هي انحرفت عن الطريق. تمام؟ ليه أنا بقول كده؟ عشان مش كل حد بيعمل غلط يقول أنا مسحور. ففي بعض العلامات اللي هي بتظهر أو حضرتك بتحسيها، لا خدي بالك، ده بيكون نوع من أنواع السحر عشان تعالجي نفسك. فهنقول إيه العلامات، وهنقول ده بيتم إزاي، وإزاي نعالجه بالذكر، وأيضا في بعض التجارب أو بعض الحاجات العملية اللي ممكن نعملها عشان نحفظ أنفسنا بإذن الله من هذا النوع من السحر. لو كنت أول مرة حضرتك أو حضرتك بتشوفني أو بتسمعني في هذه القناة، فأتمنى من حضرتك إنك تشجعني بالدعم بالاشتراك والضغط على زر الجرس، وأي سؤال أو أي استفسار أو أي تصويب أو أي تصحيح ما تبخلوش بالصلاة على النبي في التعليقات وذكر هذا الاستفسار. بعض الناس زي ما قلت لحضراتكم بيكون عايز يتزوج فتاة أو عايز يقيم علاقة مع سيدة متزوجة، بالذات المتزوجة الملتزمة سواء فتيات أو متزوجات، وما يحصلش نصيب، أو المتزوجة محترمة ما تسيرش هذا الشخص، فبيضطر يعمل لها حاجة اسمها سحر التهيج أو سحر جلب الحبيب. وده بيتعمل أيضا للأسف ساعات الزوج بيعمله لزوجته اللي على ذمته، لأنه ظنا منه إنه هو بيملكها بكده. تمام؟ أنا مش عايز أخش في تفاصيل كثيرة عشان لا أطيل عليكم. المهم هذا النوع من السحر قبل ما أتكلم عن علاماته، مين بيعمله يا إما رجل لفتاة أو لسيدة متزوجة، أو رجل متزوج لزوجته، بيتعمل ما بين الجنسين. تمام؟ سواء متزوجين أو غير متزوجين، أو في علاقة شرعية أو في علاقة محرمة. تمام؟ أنت بيكون خش بقى على العلامات. أنت بيكون حضرتك مش في بالك، وإنسانة متدينة أو إنسانة على الأقل ما بتقبليش أو ما بتفكريش إنك تنحرفي أو بتحسي بالشعور اللي أنت عايزة تعمليه ده، فبيعمل لك هذا العمل. كيف بيعمله؟ طبعا بالاستعانة بالشياطين والاستعانة بالسحرة بطريقة معينة، لأن السحر ده أنواع كثيرة جدا، فإحنا لما يكون في فايدة من ذكر كيف بيتعمل بالتحديد هنقول ده. أول حاجة هتحس إنك أنت في نوع من شرود الذهن والنسيان. تمام؟ الذهن كده شارد ومش
مركز، وفي نسيان لحاجات كثيرة. تمام، ما كانتش موجودة. ثانيا، تساقط في الشعر بشكل بشع. طبعا الشعر ليه أسباب كثيرة للتساقط، ولكن في علامات تانية هتساعدك تعرفك إنه السبب ده بهذا السحر. برضو بيحصل في وساوس في العقيدة، ربنا فين، شكله إيه، تأتي بصورة ملحة. هي بتأتي لكل شخص طبعا على فترات من عمره، ولكن بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن دي بتأتي في صورة وساوس وشكوك. بعد كده تلاقي نفسك فجأة بتشتاقي لرؤية شخص انت ما كنتش موافقة عليه او مش بتضايقيه اصلا. تمام، لو كان مثلا الشخص ده تقدم لك وانت رفضتي، او كلمك انت وانت رفضتي، او انت مثلا في الجامعة والشخص ده بالنسبة لك عادي، ولما عرفت انه هو عايزك انت مثلا لاسباب معينة رفضتي، او انت متعلقة بشخص اخر، وانصح طبعا لا تتعلقي الا من باب اهلك، ولكن مثلا اهو حاسه انه في حد مثلا هيتزوجك وعلى سنه الله ورسوله، ولا يخش شخص تاني يبوظ لك العلاقه، ايا كان بقى السبب، انتوا فهمتوا انا اقصد ايه. تلاقي فجاه الشخص ده اللي كنت مثلا تعرفيه معرفه كده بس مش شايفاه انه هو شريك حياتك، فجاه بتشتاقي له، عايزه تقابليه. ولو جات الفرصه ليك انك بتقابليه، يعني مثلا في بنات هيكون لها فرصة انها ممكن تطلع وبتاع، هتلاقي نفسك بتشتاقي انك تجلسي معها. تمام، وبتجلسي معها. وفي طبعا بنات مش بتتاح ليها الفرصة، فبتحس من جوا انها هي خلاص هتموت، انها مش هترتاح الا لما تقابله. طب لو تقابله بقى بيحصل ايه؟ بيحصل بقى خوف ورعشة لما بتحسيه كده مالك كل حاجة. او برضو الرجل لو واحدة عملت له، يعني نفس الامثلة دي خدوها على ايه، على الجنس الآخر أو النوع الآخر. خوف ورعشة شديدة لما بتلاقيه، مع تحس كده انك انت يعني هو اللي مالك أمرك، يمين يمين شمال شمال. ولو ما قدرتيش تقابليه بتشتاقي انك انت تقابليه، او بتشتاقي انك تقابلها. نخش بقى على العلامات اللي هي اكثر تحديدا، او اللي بتبين لك انه ده سحر. فجأة تلاقي فيه سخونة وهيجان وحب لممارسة الفاحشة والعياذ بالله، يجي لك الإحساس ده. طبعا مش كل البنات، يعني في بنات بيتعمل لها السحر وكده، ولكن أهلها محافظين عليها راحت فين جت منين، أو متاحة الفرصة إنه يبقى في حفاظ عليها. تمام، وفي بنات تاني مثلا بتشتغل أو في الجامعة، فبتلاقي نفسها منساقة للفاحشة أو للقاء أو لجزء من الفاحشة. طيب اللي هي مش منساقة لكده، أو سيدة متزوجة وزوجها فوق راسها من باب الحفاظ عليها مش من باب الشك، فمش بتقدر تطلع لأنه مش بيؤثر على العقل، لسه في أنواع من أنواع سحر العقل والكلام ده هنقول عليها. تمام، اللي بيحصل اللي عملت الفاحشة دي طبعا دي أتيح ليها، وبتبقى مسلوبة العقل مش بإرادتها. عشان كده بقول انت اللي بتحددي اذا كنت عارفة نفسك مسحورة، ولا انت عشان الناس بس ما تتمداش في ذنوب وتقول انا مسحورة. لا، بتبقى انت اللي بتحددي نفسك، او انت اللي بتحدد نفسك على غير عادتك. بتلاقي نفسك عندك تكاسل في العبادة وحب للفاحشة والكلام ده. طب اللي بتقاوم نفسها وما بتطلعش، او اللي ما عندهاش فرصة، بتحس بايه؟ بتجيلها في المنام بقى، وبتلاقي سخونة وهيجان وإفرازات في المنطقة الحساسة عزكم الله. تمام، فده من بعض العلامات اللي هي مميزة لهذا الموضوع. طبعا التكاسل في العبادات، ويجي يصلي يتخنق، وطبعا العلامة دي مشتركة ما بين أنواع تاني من السحر، لكن دول أهم شيء في سحر التهيج. يكون شخص زي ما قلت لحضراتكم انت ما تعرفوش، خاصة برضو لو انت ما تعرفوش، يعني مش لازم يكون يعرفه. تمام، فقط بس هو يعرف ايه، يعني اللي بيسحر هو اللي يعرف التاني، ممكن ده يحصل. نفور طبعا بيحصل من جميع الناس، والراحة لهذا الشخص. تمام، معلش انا يعني بحكي شويه في التفاصيل كل نقطه، عشان لازم التفاصيل تتقال عشان الناس تستوعب اللي بيحصل، وعشان تفرق ما بين اذا كان مسحور ولا غير مسحور، عشان ياخد باله اذا كان مذنب يتوب عن كده،
وإذا كان مسحور أيضا يقاوم ذلك الأمر. العلاج الرقية طبعا بقراءة آيات السحر. نشوف راقي، نسأل حد من المقربين إيه هي آيات السحر، نبحث عنها على الإنترنت، ويفضل لو نسأل راقي. تمام، طبعا بدون ما نبين إن احنا مسحورين أو كده إلا للمقربين عشان ما يأثرش على حالتنا النفسية. قراءة آية النور على المية وشربها، وقراءتها بعد كل صلاة 10 مرات إلا العشاء 8 مرات لمدة أسبوع أو شهر، ونمسح بها على وشنا. واحذروا لو هنستحمى بيها ما يتكبش المية دي في الحمام أعزكم الله، تتعبى في حاجة ممكن نسقي بيها زرع، نسقي بيها حاجة، لكن في إنها تنزل كده في مكان القاذورات ما ينفعش. الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، ولها حلقات معايا هنا على القناة في تفسيرها وإزاي بتدفع، ومهما قلنا لا يعلم سرها إلا الله، لأنها من كلام الله. تمام، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ذكرت في القرآن والنبي قال عنها، فهي من كلام الله، يعني صفة الله، وصفة الله باقية ولا يعلم منتهاها العقل البشري اللي هو أصلا ربنا خلقه سبحانه وتعالى. أهم شيء كمان عدم التراخي عن العلاج بسبب الألم اللي بيظهر. كل ما أنت بتزود العلاج هيحصل نوع من أنواع الألم وأنواع التعب، يبقى ما نتكسلش نكمل. تمام، قراءة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة وسورة الزلزلة والكافرون والفاتحة، ونمسح بهم على وشنا، ونقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قبل ما ننام. طبعا الحاجة العملية اللي هنعملها خاصة اللي هم بيجوم أحلام جنسية كثيرة، غسول المنطقة الحساسة بغسول كويس، ويكون في ريحة المسك وفي مستخلص القرنفل، سواء أنا أنقع القرنفل في البيت أو حاجة يكون فيها يعني عشبة القرنفل في المركبات اللي بتتباع في الصيدلية. تمام، نسأل الصيدلي عايز حاجة فيها قرنفل. دعاء الله عز وجل والصبر واستخدام جميع الأدعية، وناخد في بالنا العلامات دي عشان ما ننساقش لهذه الشهوة. أو طبعا المسحور ده ما عليهوش ذنب، ولكن يعني يقاوم عشان يخف بإذن الله ولا يكون فريسة لذلك الشخص. وبنصح أي حد حتى اللي بيعمله لزوجته أو اللي بتعمله لخطيبها أو اللي بيعمله لخطيبته إنه ده أول حاجة كفر، ثانيا بينقلب السحر على السحر، ده لا شك. السحر خد سنة 2 10 20 هينقلب، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. والسحر فتنة. ليه السحر ربنا سايبه يسيب هذا العمل أو يسيب هذا التأثير بالرغم من أنه هو قادر سبحانه وتعالى على أن يبطله من الأول أو أن يوقفه؟ المسحور طبعا ده مبتلى، والساحر ده واخد ذنب. طب ليه ربنا سايب السحرة دول يعملوا كده أو بيسمح لهم بذلك؟ دي ليها حلقات بالتفصيل عشان يكون الأمر مستوعب بشكل أكثر. ما تنسوش تشتركوا في القناة. تحياتي لحضراتكم، أخوكم يوسف الأنصاري، دكتور صيدلي، وببحث عن المعلومات الحقيقية الصحيحة وبحاول أشرحها بالطريقة المبسطة في كل ما يخص عالم الروحانيات والسحر وطرق الحفاظ منه. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.